السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي شهيوات رجعنا. كنتمنى من الله الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير في احسن الاحوال. عندي لكم اخوتي الملوي بالشحمه، الشحمه ديال الكلوه. عرفتي كيجي ممتاز. انتم كيف ما كتشوفوا كيفاش كيتنطافخ. عندي اخوتي هنا درت جوج زلايف ديال الدقيق، وعندي زلافه ونص ديال الفينو. الفينو ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير نص زلافه على شنو متوفر عندكم. غادي نضيف الملح، وغادي نضيف قليل من خميره الخبز، وغادي نضيف الماء. الماء خوتي يكون غير دافي، وإلا كان عندكم دافي في الربوني بلا ما تحتاجوا عاد تزيدوا تدفيوه فوق النار. دابا مع الحال سخون، كيكون الماء سخون في الربونيات. كيف ما كتشوفوا العجينه خصني ندلكها باش كتجيكم الملاوي ديالكم تيجيكم مورق، تيجي صراحه ممتاز، تجي العجينه خفيفه. العجينه خوتي الا ما تدلكاتش راه ما كتعطيكمش النتيجه ايجابيه. نتوما خوتي كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي انا كندلكها وهي كترطاب وكتخفاف. نتوما كيفاش كترطاب. غادي نديرها خوتي فوق سطح العمل، غادي ندهنو بالزيت باش ما تلصق لياش العجينه. نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نجمعها شويه، نضيف فوق منها شويه الزيت، وغادي نبدا نجمعها حتى كتجمع ليا. وغادي نضيف لها خوتي واحد السلوفان. نتوما خواتاتي الكريمات، وغادي نخليها ترتاح مده واحد 6 ديال الدقائق. غادي ندوز باش نوجد الحشوه ديالي. ندينا ضفت الزيت والبصله، طحنتها في الهاشوار. الا ما عندكمش الهاشوار تقدروا خوتي تقردوها غير بيديكم، تقردوها رقيقه بلا ما تطحنوها في الهاشوار. عندي هنا 2 حبات ديال الفلفله قردتهم رقاق. عندي هنا الشحمه ديال الكلوه حككتها في الحكاكه الغليظه الربيع. عندي سكينجبير، الخرقوم، الابزار، كمون، الملح. عندي اخوتي بالنسبه للفلفله الحمراء عندي ضفت 2 معالق صغار، والكمون معلقه، والاخرين ضفت غير شويه شويه. الملح خلاص كتضيفوا على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي حشوه تكون مسوسه، كاين اللي كيبغيها تكون شويه زايده في الملح. صافي الحشوه ديالي خليتها تبرد، وغادي ندوز باش نقطع هكا العجينه ديالي باش ترتاح. نديرها كويرات. كيف ما كتشوفوا العجينه خوتي كيفاش كتكون رطبه وكتكون هشيشه وخفيفه. باش كتشوفوا النتيجه ديال التليك تعطي صراحه واحد النتيجه اللي هي ممتازه. كتخدموا الملاوي ديالكم وانتم مرتاحين. عندي هنا خوتي 17 الكويره، يعني العجينه ديالنا كتعطينا واحد الكميه اللي معقوله، كميه اللي توكلكم اسره ديالكم كامله. هنا كندوز كنورق الملويه ديالي، كنورقها مزيان. كنضيف لها خوتي الزيت، غير الزيت كنضيف لها الزيت عاديه هكا ما فيها والو. كنورقها مزيان، ومن بعد كنبقى من الفوق هكا كنبقى ندير لها شويه الزيت فيها التحميره. اختيار تيبقى ليكم، اللي ما كتعجبوش ما يضيفهاش، يضيف غير الزيت. انتم كيف ما كتشوفوا صراحه هاد الملاويه البنات كيجيو ممتازين، كيجيو صراحه غزالين. كيجيو مرقين وخفاف، كتجي فيهم التعميره صراحه. اش نقول لكم، تتجربوهم وحكموا عليا.
صراحة الله الا جربتوهم بنفس الطريقة غادي يعجبوكم، وغادي تبقاو ديما تخدموهم بنفس الطريقة كيف ما شفتوني اللي شفتوني كنخدم بها الملاوي ديالي. كاع الناس يعرفوا يديروا الملاوي الشحمه، هي كتبقى الطريقه كتختلف على حسب كل منطقه وكيفاش كتصايب الملاوي ديالها، وكتبقى صراحه النتيجه على حسب كل واحد والنتيجه ديالو كيفاش كتكون. كتورقوا البنات العجينه ديالكم حتى كيبقى يبان لكم سطح العمل، ديك الرخامه ديالكم كتبقى تبان باش كتعطيكم ما كيجيكمش الملوي ديالكم لداخل مدقص. نتوما كيف ما كتشوفوا العجينه كيفاش كتعطيني ديك البويقات. انتوما صراحه انا كندير هذيك شويه ديال التحميره كتعطي اللوين بحال الملوي اللي كيتباع برا، ولكن راه كيجي الملاوي تيجيو حسان من ديال برا 100%. ديال برا فاش كتشريهم كتلقاي فيهم اكثريه غير التحميره هي اللي معمراهم. فاش كديري اختي الكريمه الملاوي ديالك في المنزل كتخدميه بيديك، كتكوني عارفه شنو درتي فيه، وكتكوني كتعمريه مزيان، كتخدميه لراسك، كتخدميه لنفسك، كتخدميه لوليداتك. ما يمكنش نتي غتخدميه وهو فيه الغش، كتخدميه وكتاكليه وانت مرتاحه مطمئنه وكتعرفي شنو وكلتي لوليداتك. هنا عندي الملويه الاخيره ما كنضيفش فيها الحشوه، كنضيف فيها غير الزيت والزبده صافي، وكنجمع هذيك الخبزه الملويه اللي ضفت اللي كنت كنضيف فيها الحشوه ونعاود نجمعو هذا صافي. دابا غنخليها على جنب وندوز باش غادي نضيف نوريكم الملويه الثانيه باش تفهموا خوتي الفكره مزيان، تخليكم للراس باش ما تلقاوش المشكل فاش تكونوا كتخدموا، باش ما تلفليكمش الطريقه. كنا فاش كنورقوا العجينه كنطويوها واحد الطويه وعاد كنضيفوا الحشوه وكنضيفوا الطويه الثانيه عفوا باش هذيك الحشوه ما كتخرج لكمش على برا. ثم كيف ما كتشوفوا كنضيفوا زويته كنورقوا العجينه كتورق لنا بسرعه. ثم كيف ما كتشوفوا كتكون رطبه وهشيشه وخفيفه. داكشي باش تنقول لكم البنات العجينه ديالكم دلكوها عجنوها مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا كندير وحده فوحده. هانتوما انتبهوا خوتي مزيان، الا انتبهتوا مزيان غتجيكم بطريقه سهله وبسيطه. شوفوا العجينه كيفاش كتجي البنات، هانتوما البنات شوفوا تبارك الله كي تجي كلها فيها البويقات، شفتوا كلها كتكون العجينه فيها هذيك البويقات. هانتوما كيفاش غيجي الملوحي ما زوينش، هو كله فيه حشوه من الداخل كله مورق كيجي صراحه ممتاز. فاش تجربوها البنات ما تنساونيش اخوتي من اللايك ومن ترفيع الجرس ولي بارطاج مع الاهل والاصدقاء باش نستمر معكم وصلكم الجديد ديالي. ما تنساوش تدعموا اختكم. بصراحه الله البنات ما كنجاوبكمش الكومونتير، ما كنجاوبش كاع الناس على كتبقى على حسب مساله وقت. سمحوا لي، وصراحه كنشكركم بزاف على الكومونتير اللي كتكتبوا لي، الكومونتيرات المحفزين كتفرحوني صراحه وكتعطيوني واحد القوه وكتخليوني الله يجعل سيدي ربي يفرحكم بالدخول للجنه ويعطيكم كل ما تمنيتوا في خاطركم ويجعل حياتكم كل افراح ومسرات. ثم كيف ما كتشوفوا خوتي الملويه دقيتها غير شويه وعاود كملت لها هكا التوريقه. غنزيد نطرقها
نضربها هكا شويه في المقله اللي غادي نضيف عفوا في الفران، حيت هي كبيره. الا شديتو بقيتو كتخطوا فيها حتى تورقات عاد تهزوها تقدروا تعواج لكم، تقدر تقب لكم. نتوما كيف ما كتشوفوا خوتي الملاوي ديالي كيفاش تيجي، نتوما كيفاش تيجي ممتاز صراحه الله، مع واحد الكويس ديال اتاي تيجي صراحه رائع. خليت لكم الراحه خوتي، الهلا يخطيكم عليا، وتنقول لكم شكرا بزاف على كومونتير المحفز.